السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أيام وبتفصلنا عن شهر الخير والبركة والرحمة والمودة والمغفرة. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين. اللهم اشف كل مريض يتألم وارزق كل مشتاق بذرية صالحة، واملى بيوتنا بالخير والعمار والبركة والفرحة والسرور والمودة. ربنا يا رب يجازيكم كل الخير. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الجميل منكم. وتعالى نشوف مضمون الفيديو معايا ايه، ويا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. الفيديو ده مهم قوي لكل مامي كده لسه بتبدأ الحياة، او كل ست بيت بتشتغل، او ست بيت مش شرط انها تكون بتشتغل او بتودي ولاد دروس او حضانه او انا عملت شويه تجهيزات كده وبعملها كل شهر، مش شرط انه شهر رمضان بس، ولكن بنزود شويه في شهر رمضان علشان خاطر ما نضيعش اليوم كله في الوقفه جوه المطبخ. نسيب يعني نوفر وقت للصلاه والعباده، ونكثف من الصلاه ومن العباده اكتر وقرايه القران. انا هنا معايا كيلو من اللحمه، وعندي كوبايه معياريه، ما عنديش ميزان. جبت الكيلو اللحمه على بعضه مفروم جاهز، وبعدين جبت الكوبايه المعياريه بتاعتي اللي هي 250 جرام، وبدات اعبر. وسبحان الله طلعوا فعلا على 4 اطباق كل واحد فيهم ربع كيلو. زي ما انتم شايفين قدامكم كده، بعبر الكوبايه وبكبسها كويس جدا، وهيطلعوا معايا 4 اطباق. هعمل منهم 4 وصفات حلوين جدا، هتوفري على نفسك وقت ومجهود كبير جدا في رمضان. طب عليكي ضيف فجأة، حد طب عليكي على الفطار، او مستعجله جالك مشوار ونزلتي، مش هتبقي ناعيه هم تجهيز الوجبه من اولها لاخرها. هيبقى عندك حاجات جاهزه هتطلعيها يا دوبك تسويها، او حاجات هتكملي عليها وتبقي عملتي وجبه كامله متكامله. تعالوا نشوف اول وصفه انا عملتها كانت ايه. بس ما تنسوش، زي انا بوريكم هنا انا قسمت ال4 اطباق زي ما قلت لكم. ما تنسوش اللايك والتعليق الجميل منكم، وكلمة والاشتراك في القناة للناس اللي لسه مش مشتركة، وكمان انكم تشيروا الفيديو كتير مع كل اصحابكم. انا هنا دخلت على الوصفة الاولى، وهي معايا كمية من البصل هستخدمها على، هاخد طبق من اللحمة دي وهستخدم معاه كمية البصل دي. تقريبا اخدت عليه 3 بصلات. ده بصل كتير قوي. ايوه عادي، ما هو هيستوي مش هيبان خالص. طب هو انت هتعملي ايه؟ احنا هنعصج اللحمة، بس هنعصجها بطريقة حلوة جدا وكمان طريقة صحية، ونحفظها علشان خاطر تكون جاهزة. طب عليكي ضيف فجأة عايز تعملي مكرونة بشاميل او جلاش او رقاق، خرشوف وبطاطس محشيه، يعني مكرونه تزودي لها بس شويه من الطماطم والفلفل الرومي. تعالي نشوف انا عملت ايه. جيت على الطاسه بتاعتي بعد ما فرمت البصل، وحطيت قطعه كده من الدهنه. انا ما استخدمتش اي دهون، انا اعتمدت على شويه الدهون اللي موجوده في اللحمه بتاعتي وقطعه الدهنه دي. وبعد ما هشوح اللحمه والبصل انا هشيل الدهنه دي وارميها حته صغيره جدا، بس يا دوبك بس حركتها في الطاسه وهي سخنه قبل ما انزل باللحمه. ونزلت باللحمه واستنيت لما اللون بتاعها اتغير، وقمت نازله بالبصل بتاعها على طول. قلبتها تقلبتين، وهبدا اضيف البهارات. خدي بالك مادام هتعملي عصاج لحمه وتحطيه في التلاجة، بلاش تضيفي عليه دهون خالص نهائيا، لانك هتحفظيه ومش عارفه هتحفظيه وقت قد ايه. دي اول حاجه. ايه البهارات اللي انا حطيتها؟ حطيت ملح وفلفل اسود، رشه صغيره جدا من الكزبره الناشفه بتديها طعم حلو قوي. لو عندك سنه قرفه مفيش مشكله، هتعلي التست معاكي. كمان رشه من الجوز الطيب برده صغيره جدا، ورشه من ال7 بهارات. حلو قوي على كده. خدي بالك وانتي بتحطي البهارات بتاعتك ما تزوديش، يعني قللي في نسبه الملح، قللي في كل حاجه، لان اللحمه دي هتتحط في التلاجة وهتتجانس كلها مع بعض مع التوابل دي، مش هتستخدميها في وقتها. انا هنا اهو معاكم ببشر جوز الطيب اهي معاكم، وقلبت التقليبه بتاعتي وسبت اللحمه على نار هاديه استوت تماما، خدت التسويه بتاعتها خالص، وبعدين سبتها لما بردت وعبيتها في اطباق فل وفي علب او اكياس زي ما تحبي. هنا بقى دخلنا على الوصفه التانية بتاعتي، وانا وريتكم كده رغيف عيش من العيش البلدي خالص، بلاش عيش فينو، استخدمي بس العيش العادي وانتي هتاكلي احلى كفته. ودي كانت الوصفه التانية معايا. جبت بصلايه كده وبشرتها ناعم جدا، وبدات اصفي الميه بتاعتها، واخدت الميه دي وبوشت فيها العيش بتاعي. يبقى اول خطوه عملتها في الوصفه التانية، بشرت البصله بتاعتي واخدت الميه بتاعتها وبوشت بيها رغيف العيش بتاعي. بس كده. هنا بقى بلم لو في قشور كبيره او اي حاجه، لان انا عايزه البصله مفرومه ناعم جدا جدا. ومسكت العيش بعد كده فرولته كويس قوي بشويه ميه البصل ده، برده ما تنقعهوش في ميه كتير، زي ما انتم شايفين قدامكم بصفي عليه ميه البصل. كفته الحاتي عادي اللي احنا بنعملها، ولكن برضو هنعملها بطريقه حلوه ونحفظها في التلاجة، لا هتخس مننا ولا اي حاجه. هنا بقى جبت معايا عود واحد من الشبت، عود واحد من الكزبره، عود واحد من البقدونس. وفرمتهم ناعم جدا على اللحمه، ونزلت باللحمه على البصل، وبعدين حطيت الملح والفلفل الاسود بتاعي، رشه من الكزبره الناشفه حلوه جدا،
رشه من السبع بهارات ورشه من حبهان المطحون وجوز الطيب، وخلاص على كده. مش هحط اي حاجه تانية ولا هضيف اي حاجه تانية. لو حابه تضيفي نص معلقه من البيكنج باودر، ولكن دي هتحفظيها في التلاجة وقت طويل فهيكون زي قلته. انما فعلا هو ما بيخليهاش تخس، ايوه فعلا ما بيخليهاش تخس، بيخليها طريه جدا. هنا بقى العيش بتاعي فرمته كويس، وبعدين خطوة مهمة جدا في نجاح الكفتة، في نجاح أي حاجة بتعمليها باللحمة وبتضيفي لها حاجات كتير، برجر، بانيه لحمة، زي ما يعني بفتيك باللحمة المفرومة. لازم العجن كويس جدا جدا، تقعدي تعجني فيها كده لما تلاقي فيها بقى خيوط، تعرفي ان انت كده كل حاجة تجانست مع بعضها، اللحمة مع الخضرة مع البصل مع العيش بتاعك والتوابل. وهنا بقى هبدأ أشكلها. عندي جبت الطبق الفل على طول وحطيت فيه ستريتش راب او ورقة عادية، كيس عادي يعني. وابتديت ان انا اشكل اللحمه بتاعتي على شكل اصابع علشان تكون جاهزه لما يطب على ضيف فجاه او يكون عندي مشوار. وخلصت اللحمه زي ما انتوا هتشوفوا قدامكم دلوقتي كده، عملت منها طبقين. يعني الطبق هنقول يكفي عيله مثلا مكونه من 3 ل4 افراد. وجينا هنا خلصنا الكفته زي ما قلت لكم، دخلنا على الوصفه الثانيه وانتوا كنتوا شفتوها في فيديو لوحده كامل، واللي ما شافش الفيديو هيشوفها هنا. وصفه موفره جدا 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 جدا. هنا بقى معايا ايه؟ بصلايه، معايا نص كوبايه من البقسماط، وبدات ان انا ابسه بالميه كده. وبعدين معايا بطاطسايه مسلوقه، صفيتها كويس بالمصفى، هرستها يعني ونزلتها من المصفى. وبعدين ضفت التوابل بتاعتي اللي هي كانت موجوده على الشاشه، فلفل اسود وكزبره وبابريكا وبصل باودر وتوم باودر، معلقه من الصويا صوص بفيجيتار حار. وابتديت اشكلها على شكل قطع كده زي البانيه مثلا او المدور او كده. وهنا بقى جبت كيس من الدوريدوس وعليه فيجيتار حار، وابتديت وبيضه وشويه لبن، وابتديت بقى اعمل لها ايه نفس الميكس بتاع الفراخ البانيه. وطلعت تحفه جدا يعني. انا جربتها قبل ما احفظها وبرده حفظتها في التلاجة وطلعت لطيفه جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين الكيلو اللحمه في وصفه رابعه بس مش عارفه راحت فين. كيلو اللحمه طلع لي كميه حلوه جدا، طلع لي اكتر من يعني يكفيني اكتر من وجبه، يكفيني اكتر من يوم. اللحمه اللي متعصجه اهي زي ما انتم شايفين. اعملي الكميه اللي تناسبك وعلى قد ظروفك. وكمان اتمنى الفيديو يكون عجبكم. وفي كل الحاجات دي ملحوظه، قللي التوابل شويه عن المعتاد لو انت هتعملي الطبخه في وقتها، لان الحاجات لما بتقعد في التلاجة التوابل بتمسك فيها قوي وبتبقى الطعم ما يكونش طعم التوابل قوي فيها. الفيديو خلص، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله.